الرعشه اللي بتيجي في الدريكسيون او الغربله دي بتبقى من الحاجات المستفزه جدا، وبتحسسك ان العربيه قديمه. طب هو فجاه وانا ماشي في امان الله فجاه هلاقي الدريكسيون بيرعش؟ لا طبعا، اكيد ليها اسباب. تعالوا بينا اقول لكم. معتز عاطف قرر يسيب استوديو دي ام سي ويصور رحلته اليومية على الطريق عشان يقدم لكم ريفيو سريع عن العربيات يخليك قبل ما تبيع أو تشتري لازم تشوف ميزو على الطريق. طول ما الكاوتش ماشي على الاسفلت بيستهلك، وطول ما الكاوتش بيستهلك محتاج ترصيص. طب وانا اعرف منين العربيه محتاجه ترصيص؟ هتلاقي الرعشه بتيجي عند سرعه وبتروح، ده ساعتها الكاوتش عايز يترصص. طب وفي رعشه تانية؟ الرعشه الاسوأ، لو انت فجأة نزلت في مطب واتدبيت في مطب ولقيت الدريكسيون بيرعش يمين وشمال، تعرف ان كده عندك مشكلة. ايه هي المشكلة؟ يا جنط يا كاوتش. لو الجنط هيتصلح، طب ولو فرد الكاوتش ايه الحل؟ فورا هتتغير. ليه كده؟ اي فردة كاوتش بعد اي مطب لما تعمل غربله لو الجنط سليم يبقى هي عملت بالونه، واي كاوتش عملت بالونه لازم فورا تترمي وما ينفعش تمشي بيها.